الشعب متعطش، شعب رياضي، شعب يغلق الشوارع احتفالات في المنتخبات العربيه لما تفوز في كاس العالم وما تتاهل. الى عندنا احنا منتخب الناشئين فزنا فوز بطوله غرب اسيا، اعتقد الجميع لو اخذها بيقولوا لهم مبروك فقط لا غير، الا اليمن. عملنا احتفال من اول اليمن الى اخر اليمن. لا توقفت الحرب. توقفت الحرب عن بكرة أبيها لما وصل المنتخب إلى اليمن. تكريم المنتخب من جميع الأطراف السياسية كامل، المتصارعة. المنتخب يذهب أي مكان. تكريم، إيقاف الشوارع، الاستقبال من جميع الأماكن، يعني حتى أنه الناس تطلع فوق أماكن ما يطلعها بني آدم. ليش هذا كله احتفال بمنتخب حقق غرب آسيا؟ لو حققها أي منتخب خليجي والله بتقولوا له مبروك وجزاكم الله خير وشكرا روحوا بيتكم. لكن احنا متعطشين لفرحة. وهذا اللي حصل عندنا. احنا لا متى بنستمر الى كذا؟ الى متى؟ يعني احنا تعبنا واحنا لاعبين ونتعب واحنا بطلنا رياضه والجمهور ايضا تعبان. الى متى بنستمر؟ هذه رساله نوجهها الى رئاسه الجمهوريه، الى رئيس مجلس الوزراء، الى وزير الشباب والرياضه، الى رئيس الاتحاد. لابد ان يكون في دعم خاص للشباب. كره القدم هي لغه العالم. الان لما تخرج تقول سفراء في دول واحد يعرف منهم، لكن لما تذكر اسم لاعب يعرفه مباشره. خلاص اصبحت الرياضه هي واجهه الدول. الرياضة هي واجهة الدول، إلا اليمني أصبحنا نعاني. اللاعب أخي كم جهد اللاعب هذا يحصل شتم من جمهوره. نلعب مباراة يخسر 3 4 5، في حد يعرف إيش اللي يعانيه اللاعب هذا؟ إذا كان اللاعب في تاريخه في السنة كامل هذا اللاعب في السنة كامل راتبه 600 ريال سعودي في السنة كامل. 600 ريال سعودي، يعني يمكن ما حد يستوعبها منكم. وعاد احنا نشوفها يقول لك كثر الله خيرهم اعطوهم كثير. هذا وضعنا السيء.